السلام عليكم. بالنسبة لهذا الفيديو هو تكملة لفيديو سابق قمت بتسميد شجرة الليمون هذه ما شاء الله أصبحت الأوراق خضراء وأصبحت بها نموات قوية جراء هذا التسميد. سماد طبيعي ومنشط للشجرة، حتى كانت بها بعض الأمراض في الالتواء في الأوراق واصفرار في الأوراق، إلا أن بعد أن قمت بتسميد أصبحت الأوراق خضراء وجميع أغصان الشجرة بها نموات جديدة، وحتى الساق أصبح ساق قوي نتيجة لهذا السماد الطبيعي. قمت بنشر هذا الفيديو في القناة، وستجدون رابط الفيديو في الوصف إن شاء الله. هذا السماد هو سماد الرماد أو سماد الفحم. قمت بخلط هذا السماد في الماء في حوالي 40 لتر من الماء في سطل، وقمت بإعطاء هذا السماد مع قمت بري الشجرة، وأصبحت الشجرة ما شاء الله قوية. هذا السماد هو سماد مخصب بالتربة، وأيضا مبيد فطري ومبيد حشري قوي يقتل الحشرات الموجودة في التربة وحتى الحشرات الموجودة في الأوراق وموجودة في ساق الشجرة. ما شاء الله سماد قوي. بالنسبة لموعد تسميده يمكنك تسميده في كامل أوقات السنة. سماد منشط قوي ولجميع الأشجار المثمرة. أنا قمت باستعمال هذا السماد في أشجار الزيتون وأشجار الليمون، وما شاء الله النتيجة قوية. حتى الملوحة يقوم بتخفيض الملوحة في الأشجار. كما تشاهدون الشجرة بهذه النموات عديدة ما شاء الله قوية. لذلك إن أردت استعمال سماد طبيعي وخالي من أي كيماويات فاستعمل هذا السماد، فهو منشط سريع للأشجار، حتى الأشجار التي بقيت سنة أو سنتين أو 3 سنوات دون أن تكون نشطة وبقيت صغيرة، فيمكنك استعمال هذا السماد يساعد في تنشيط الأشجار. لذلك إن أردت استعمال سماد فاستعمل هذا السماد، يمكنك استعماله 2 أو 3 مرات في السنة، لا يضر بالشجرة، بالعكس ينفع الشجرة كما تشاهدون في هذه الصورة. أرجو منكم متابعين الأوفياء إن أعجبكم الفيديو الاشتراك في القناة والضغط على لايك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.